ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر، فيديو جديد من ذا بريتش انجلش وسلسله ازاي تتعلم الانجليزي وتتكلم زي الممثلين في الافلام والمسلسلات. في الفيديو ده هتتعلم ازاي تتكلم انجليزي زي هنري كافو في فيلم انولا هولمز. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، نتمنى ان الفيديو ده يوصل ل 500 لايك ويلا بينا. Find the kidnapped victims have planned for their own disappearance. بص هنا في الحته دي هو قال for their own disappearance. for their own disappearance. كلمه for قالها for their own disappearance. وطبعا ذا لو انت قلتها لوحدها طبعا هتشيل الاي ار، بس عشان الكونكشن او الكونكتد سبيتش الار هنا حاجه اسمها linking ار، فانت بتقول their own for their own disappearance. She disguised her intentions perfectly. نفس الفكره برضو هنا her intentions perfectly. طبعا هو ما قالش perfectly، هو قال perfectly. طبعا شلنا الار اللي موجوده في كلمه perfect، وبين her وintention عملنا connection فقلنا her intentions perfectly. خلي هنا ال TLY خفيفه جدا فقول perfectly her intentions perfectly. She made me read every book in Ferndale Hall's library. طبعا الفكره كلها في كلمه library، ما قلناش library، قلنا library. قالت library. horse library. مهمة جدا الكلمة دي. Perhaps she needed the money. perhaps she needed the money. طبعا خد بالك من كلمة perhaps، ما قلتش perhaps، قلت perhaps. خد بالك من ال P وال R. perhaps she needed the money. the money. حاول انت connect ال the بالكلمة اللي بعدها، ما تقولش the وبعد كده تقول money. اسمها the money. perhaps she needed the money. It's out of my hands. It's out of my hands. ما قالش out of my hands، قال it's out of my hands. طبعا خلي بالك الكونكشن هو اهم حاجه. يعني مثلا طبعا انت هتقول out بدل ما تقول out of. لو هتتكلم بطيء ممكن تقول out of عادي، بس هنا عشان انت بتحاول انت تتكلم اسرع بتقول out. it's out of my hands. it's out of my hands. Do you intend to stay up there? Do you intend to stay up there? Do you intend to stay up there? طبعا خد بالك من الأول وخد بالك من آخر الجملة. Do you مش do you. Do you intend to stay up there? Up there. في connection هنا في الآخر اللي هو ال up there، يعني تحس إنها كلمة واحدة. Do you intend to stay up there? Your bottom was always bare. Your bottom was always bare. خد بالك من كلمة bottom علشان فيها stress هنا شوية. ما قلتش bottom، قلت bottom. Your bottom was always bare. طبعا الار اللي في كلمه باب شلناها، دي طبعا عرفتها خلاص. Your bottom was always bare. اتمنى تكون استفدت من الفيديو ده حاجه وتعلمت البريتش انجلش، او لسه بتتعلم ما تنساش تعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو، واشوفكم فيديو جديد.